السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. تعالوا كده هاخدكم معايا جولة كده في فيديو جميل في مكان اجمل وذكريات زمان كده نرجعها من تاني. في الفيديو اللي كان قبل ده قلت لكم انا عندي فرح ونازلة البلد وهبقى اصور لكم فيديوهات هناك. تمام. فايه يلا كده تعالوا ناخد جولة في الاماكن. هو البلد بتاعتي اللي اتولدت واتربيت فيها، يعني مكان ريفي. بجد كنت مبسوطة قوي، تغيير جو بقى، رجعت كل ذكريات الطفولة تاني من صغرنا واحنا بنلعب وبيتنا القديم وكل الحاجات دي. وطبعا مفيش حد مش بيحب الاماكن الريفية بكل بقى الحاجات اللي فيها، شكل الاراضي والبيوت القديمة وكل حاجة بيبقى شكلها حلو بصراحة. تمام. كنا رايحين، قلت ايه هصور لكم في الطريق وهصور لكم برضو يوم ما كانوا بيودوا العزال، بس ما عرفتش اصور لكم قوي يعني. بس ايه، هنحاول وحاولت وهتشوفوا الفيديو في الاخر. قبل ما تكملوا الفيديو بتاعنا كده ما تنسوش تنزلوا تحت في التعليقات تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتذكروا الله، وترجعوا تكملوا الفيديو للاخر وتقولوا لي كل واحد بيشوف الفيديو ده دلوقتي هو منين. انا حرفيا بصور وما اعرفش اي مكان من الاماكن اللي انا بصور فيها دي. اللي انا اعرفه المكان الوحيد يعني المكان اللي انا اعرفه المكان اللي هو ايه اللي انا رايحاه ده، بس اللي انا اعرفه. لكن دلوقتي انا اقول لكم انا فين هنا في المكان ده مش عارفة بصراحة اي حاجة. ليه؟ ما يعني ما جيتش هنا بحوالي بقالي سنتين، وغير كده مش بهتم بالطريق قوي لان ما ايه مش هاجي لوحدي وكده، مش مهتمية بالطريق اصلا. فا ايه يعني قلنا نغير جو. تمام. هو لسه بقى الفرح يوم الثلاث الجاي باذن الله، هصور لكم برضه كل حاجه وانزلها لكم في اليوم اللي بعده، مش هلحق في نفس اليوم. فالفيديو ده متصور يوم الاثنين وفي اخر الفيديو متصور يوم الثلاث. اتاخر شويه في تنزيله، احنا النهارده الخميس، بس يلا مش مشكلة لحد بقى ايه ما لقيت وقت ان انا اسجله كده. هنا كده بقى شكل الاراضي بصراحة حلو قوي، كل حاجة كده يعني المكان تحس ان هو ليه هوا مختلف، ريحة مختلفة، كل حاجة مختلفة عن المكان اللي انا ساكنة فيه حاليا. وغير كده بقى اللي هو ايه نزلت البلد من غير اخواتي وبابا وماما، لوحدي، فاللي هو تغيير حاجة ما عملناهاش قبل كده، فايه نجرب ونجازف وايه ومش هنخسر حاجة. طبعا هو الطريق حرفيا تقريبا اخد لنا ساعتين ساعتين وشوية. انا لخصت لكم الفيديو كله في 10 دقايق، ان طبعا مش هقدر اصور لكم الطريق كله ساعتين، ما هنرغي نقول ايه في الساعتين دول. لو كنت اقدر اسيب لكم الصوت او لو كان في صوت اصلا كنت سبته، بس انا لازم ارغي يعني، ما هنعمل ايه، انا لازم ارغي. تمام. ان شاء الله لو عرفت ابقى اصور فيديو تاني زي الفيديو اللي كان لما كنت عاملاه وانا في النادي وشي، هبقى اعمل كده باذن الله وانزله لكم. واللي ما شافش الفيديو ده هسيب لكم لينك الفيديو في البايو بتاع الفيديو ده، وادخلوا عليه وشوفوه، هيعجبكم جدا وتسيبوا لي كلمه حلوه عليه. هنا بقى كنا خلاص قربنا نوصل وكده، وكان خلاص الغروب دخل. كان شكل الشمس حلو، انا كنت مركزة بس على ايه، على شكل الشمس. هو كان ساعتين، مش عارفة كتير ولا لا، بس هما كتير اكيد يعني، لان انا حرفيا اتبهدلت شوية ما كنتش سهرت هناك وكده. فايه تمام يعني. وده بقى كنا برضو، ما انا مش عارفة الاماكن دي عشان اقول لكم انا فين بصراحة، بس اللي هو يعني تقريبا واللي هو انا اعرفه ان احنا قربنا عند البقرة اللي قاعدة ده. كنت بقول لبنت خاله ايه، الله بقرة بقرة، اللي هو قالت لي بطلي هبل. فعلا مش عارفة انا قلت كده ليه، بس هو كان مشفتهمش من زمان يعني.
فانا شفتهم يعني تغيير جوي، يعني كل واحد خلاص بقى نغير الطاقة السلبية اللي كانت جوانا بقى الفترة دي، ندخل بقى ايه طاقة ايجابية مكانها. هنا كده كنا ايوه فعلا خلاص قربنا اننا نوصل وكده. شكل الاراضي طبعا ما فيهاش حاجة دلوقتي، لان كانت في حاجة مزروعة تقريبا بس اتشالت وهيتزرع مكان حاجة تانية، بس انا مش عارفة هي ايه بصراحة يعني. بس على حظكم بقى ما كانش في حاجة ايه مزروعة المرة دي. يلا مش مشكلة، السنة الجاية بقى او المرة الجاية بإذن الله يكون في ايه، يكون في كده اي حاجة مزروعة، اي خضار اكيد. هنا مش بيبقى فيه خضار تقريبا كده، مش بيبقى فيه خضار هنا كده. خلاص كنا دخلنا البلد، فاضل على البيت مفيش دقيقتين 3 ونوصل. تمام. هنا بقى كل ده كانت حاجة بالنسبة لي مشفتهاش بقالي كتير قوي، وتغيير وكل ده، بس كان الجو حلو يعني. هنا بقى كده كان اليوم بتاعنا خلص وروحت، وصلنا بالسلامة وقعدنا ارتحنا شوية، وبعدين اكلنا، فضلنا سهرانين بقى وفرح وغنى ورقص وايه وهيصة وكل ده، وكنت مبسوطة جدا جدا بصراحة يعني. هنا بقى كنا رايحين علشان نودي العزال، فهو مفيش اي عربية قدامنا ولا ورانا، لان ايه لان احنا يعني الفرح عندنا احنا تبع العريس، فمفيش حاجة، هو عزال العروسة اللي هيكون هناك وكده. تمام. فانا بقى ايه صممت ان انا اركب قدام علشان اصور. ما هو انا ليه، ما المرة اللي فاتت بقى كنت راكبة ورا فما كنتش عارفة اصور كويس، فهنا قلت ايه هركب قدام المرة دي، تغيير برضو يعني احسن من ورا، ورجلي مرتاحة وتمام قوي كده. ما خدناش برضو وقت طويل في من البيت للمكان اللي فيه الشقة بتاعة العريس وكده، تقريبا ربع ساعة مش اكتر من كده يعني. انا دي شكل الارض مش عارفة ده ذرة ولا ايه بصراحة، انا مش عارفة، اعتبروني مش فاهمة اي حاجة خالص لان انا مش عارفة بصراحة. بس اللي انا اعرفه يعني ان هو التغيير ده انا كنت مبسوطة منه بصراحة يعني. وانت قولولي زي ما قلت لكم عايزه اعرف كده متابعيني منين، يعني الناس اللي متابعاني دايما وموجوده معايا دايما في كل فيديوهاتي منين. هنا كده خلاص كنا وصلنا. صح انا ما قلتلكوش انا منين، هقول ولا ما اقولش؟ لا خليني هقولها في اخر الفيديو. تمام. هنا بقى كده كنا خلاص قربنا نوصل وكده، كنا دخلنا المدينة ذات نفسها، بس لسه شوية علشان نوصل للمكان اللي فيه الشقة. بصراحة كان يوم مرهق 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 قوي، كان فيه يعني ناس كتيرة بقى ودوشة، وانا مش بحب الدوشة الكتير والزحمة دي كلها، بس عدت على خير الحمد لله، والكل كان مبسوط، ويا ربنا يتمم لهم على خير يا رب بإذن الله. لو وصلت لحد هنا من الفيديو يا رب تكونوا حطيتوا لايك للفيديو وما نسيتوش، وكومنت من كومنتاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني وبتعرفني ان فيديوهاتي بتعجبكم، وكمان اللايكات بتاعتكم لكل الناس اللي بتدعي لي. شكرا جدا جدا لكم لدعواتكم ولكل كومنتاتكم الجميله بصراحه. ويعني بجد لما يبقى الواحد مخنوق من حاجة اوقات بقول هفتح حفلة اللي هو اتكلم معاكم، اوقات بكسل، بس انا لما بفتح حفلة فعلا بقى بنسى شوية. خلاص يعني بنسى الزهق او الزعل وكل ده. فان شاء الله بعد ما نروح وكده هنبقى نفتح حفلة، بعد ما ارجع من هنا يعني هبقى افتح حفلة باذن الله. اكيد طبعا شفتوا اليافطين بتاع دي مدينة الدلنجات، انا من الدلنجات، لو حد يعرفها يقول لي تحت في الكومنتات، واعتقد يعني مفيش حد هيعرفها، انا عارفه. تمام. هنا كده كنا خلاص قربنا اننا نوصل. هندخل من الشارع اللي هو واقف عنده التوك توك ده، وخلاص على كده. هنا بقى كده طبعا لان العمارة في الدور السابع تقريبا،
فمين اللي هيطلع العزال للدور السابع؟ اكيد مستحيل يعني. فهم بقى كانوا جايبين ونش وكده علشان يطلع العزال. معلش بقى لو التصوير مش مظبوط، لان مش انا اللي كنت بصور بصراحه، كنت عاطيه لبنت صغيره تصور لي، بما ان انا طويله قوي 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 قوي، فانا ما كنتش باينه من البلكونه اصلا. انتوا متخيلين؟ وبس ده كان الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتبسطتوا معانا في الفيديو في الجوله دي. بصراحه بالنسبه لي جوله حلوه وتغيير عن اي فيديوهات بعملها قبل كده، او تغيير عن شخصيتي وعن نفسي. بصراحه فرفشت شويه وكل ده. واشوفكم في فيديو جديد.